وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة سحر خالد، ويلا بينا نبدأ قصتنا. قامت من على السرير بصدمة، مش مصدقة اللي بيحصل، بس في نفس الوقت خلاص هي اتعودت من أهلها على الخذلان، وإن كل مرة للأسف بيبقى عندها ولو ذرة أمل إنهم يقفوا معاها ويساعدوها ويقفوا قصاده. بس لأ، كل مرة قسوتهم بتزيد أكتر وأكتر وجبروتهم بيزيد، وبترجع له بقلب مكسور. يا بنتي مالك؟ أنا واقفة بكلمك من بدري، انت ساكتة كده ليه؟ عايزاني أقولك إيه أكتر من اللي قلته؟ عايزاني أرجع بعد كل اللي حصل؟ قربت منها ومسكت إيديها حطيتها على وشها. حطي إيدك كده على وشي، لو انت مش شايفاني حسيني، يمكن تحسي بيا. للدرجة دي قسوتك عمتك عن اللي بيحصل لي؟ أنا تعبانة معاه، مش شايفة علامات الضرب اللي على وشي؟ انتوا السبب في الجوازة ديت، انتي وابنك. قلت لكم مش عايزة أتجوزه وأجبرتوني عليه، حرام عليكم. شايفين إن هو مش مريحني، شايفين قسوته وجبروته، وانتوا ولا هنا. كل مرة بتطلعوا بحجج وأعذار أكتر من المرة اللي قبلها. بجد أنا تعبت قوي. زينب بصت لها بشفقة وحزن. طب قولي لي أنا أعمل إيه؟ أخوكي راسه ألف سيف إن انتي ترجعي مع جوزك النهاردة. قعدت والله واتكلمت معاه، بس أخوكي عنده حق برضه، البنت ملهاش إلا بيت جوزها. عايزة تقعدي هنا تعملي إيه؟ بكرة يا بنتي ربنا يهديه ويتغير عشان خاطر ابنك زين يا حبيبتي. هتسيبيه يعيش مع مين؟ هتسيبيه يعيش معاه؟ عايزة تطلعيه ويسيب ابنك ويجيب له بقى مرات أب؟ حرام عليكي ابنك. صرخت همس بوجع وحزن. وانتوا بقى مش حرام عليكم؟ 5 سنين بحالهم، 5 سنين ما تسألوش فيا ولا بتحسوا بيا. طول ال5 سنين دول برجع لكم، وكل مرة متهانة ومضروبة أكتر من المرة اللي قبلها. برجع لك مكسورة أكتر، وانتي ولا همك، كل همك ابنك وكراته اللي ما بتخلص. دموع نزلت من عيون زينب وهي بتتكلم بقلة حيلة. طب أنا مش عارفة أعمل إيه يا بنتي، هو مش راضي وأنا مش حاملة أقف قصاده. عشان خاطري يا بنتي ارجعي له المرة ديت، وإن شاء الله ربنا هيهديه، وأنا هخلي حازم يتكلم معاه يبطل اللي بيعمله دوت. أكيد هيسمع منه، ما هو صاحبه. ضحكت همس بسخرية كبيرة على اللي بيحصل لها واتكلمت بوجع. صدقيني هتبقى آخر مرة، لو رجعت له المرة ديت هتبقى آخر مرة بجد، وهتخسريني الأبد. والله يا ماما هتخسريني الأبد، مش هتشوفيني تاني. قالت كلامها بوجع وصوت حزين. زينب بصت لها وحاولت تضمها بقلب أم محروق، بس همس رفعت ايديها في وشها. خلاص الكلام خلص، قلتلك اللي عندي. قالت كده وراحت على السرير، قعدت جنب ابنها اللي كان نايم وهي بتبصله، ودموعها محبوسة في عيونها. دموعها مش عايزة تنزل، خلاص تعبت من كتر الوجع، وابتدى كل يوم ربنا يريحها من العيشة اللي عايشاها معاهم. وعلى الناحية التانية في واحدة من أكبر مستشفيات أوروبا. دخل بجاد الجرحي، دخل المكتب بتاعه، وأول ما دخل لقى بنت لابسة البلطو الأبيض وقاعدة مستنياه. نفخ بضيق وقعد على مكتبه وهي كانت قصاده. هو أنا مش عارفة أقعد معاك خالص كده، لا في البيت ولا في الشغل. في إيه يا بجاد؟ دي بجد حاجة تزهق قوي. ما هو الكلام ده بيخليني أسيبك لوحدك. أنت عايزة إيه بالظبط دلوقتي؟ ده مكان شغل، وأظن إن أنا قلتلك 100 مرة ممنوع نتكلم في أي حاجة تخص حياتنا هنا، صح ولا إيه؟ طب ما أنا مش فاهمة، أتكلم فين؟ عرفني. أنت مش بتيجي البيت خالص، ولو جيت بيبقى بالليل وبكون نايمة. أصحى الصبح ألاقيك مشيت، ما بقتش حاسة إن أنا مراتك. ليه دايما كده محسسني بقى إن أنت مجبور عليا؟ وأنت ليه دايما محساني إن أنت ضحية؟ إحنا متجوزين، وأنت عارفة نمط حياتي كدكتور، ما عنديش وقت للتفاهات اللي أنت عايزاها. وأظن أنت كمان دكتورة، بس عقلك بقى في مكان تاني. عايزاني أسيب شغلي والمستشفى اللي أنا ببني فيها من سنين عشان أكون معاكي في كل حاجة، محسساني يعني إننا واخدين بعض عن قصة حب أسطورية. ما تنسيش بقى، ومش كل شوية هفضل أفكرك إن إحنا جوازنا في النهاية، إن جوازنا في النهاية ما كانش إلا صفقة بين العيلتين وبس. اتجمعت الدموع في عيونها. بجد لآخر مرة هقولك، أنا مش عايزة حياتي معاك مجرد صفقة، عايزة حياة طبيعية زي أي 2 متجوزين، نشوف بعض، نقعد نتكلم مع بعض، نخرج، نعيش حياتنا. احنا دكاترة بس بشر وبنحس. وانا اسف يا دكتورة، طلبك ده مش عندي، ما عنديش وقت للتمثيليات ديت، واكيد مش هسيب المستشفى عشانك. مسحت دموعها بحزم وقوة وصرخت بغضب فيه بعد ما زهقت من السنين اللي عاشتها معاه على امل ان هو يحبها. خلاص يبقى نتطلق، وكل واحد يروح لحاله يدور على حياته ويعيشها زي ما هو عايز. ما طالما الحياة اللي احنا عايزينها مختلفة، يبقى مش هنقدر نكمل مع بعض. بجد هز راسه بالموافقة وهو بيتكلم بجمود. اللي انت عايزاه براحتك. قال كلامه وقام بسرعة أول ما دخلت ممرضة وهي بتقول إن أوضة العملية جاهزة. في بيت عمر، وصل عمر ومعاه همس بعد ما أخدها من بيت أهلها. طول الطريق كان الصمت هو سيد الموقف، ودخلوا البيت في صمت. قعدت همس على أقرب كرسي، رجليها مش قادرة تشيلها،
عشان رجعت على نفس المكان اللي اتهانت فيه كذا مرة، نفس المكان اللي هتعيد فيه كل اللي حصل من تاني. حسيت انها بتتخنق بمجرد بس التفكير ان كل الاحداث اللي مرت عليها ديت هتعيشها من تاني. ما كانتش حاسه انها ضامه زين ابنها بقوه لدرجه انها ضغطت عليه جامد لحد ما صرخ من وجع، وبعدت ايديها بسرعه وهي مخضوضه. ايه ده، مالك يا حبيبي، انت كويس؟ ماما انا اتوجعت، وبعدين انا جعان يا ماما. همسة هزت راسها وهي بتتكلم بتوهان. حاضر يا حبيبي حاضر، تعالى اعملك الاكل. كل ده عمر كان واقف بيتابع اللي بيحصل من بعيد لحد ما قرب منها ووقف قصادها قبل ما تدخل المطبخ. انا محتاجه اتكلم معاكي في مواضيع كتير قوي، كذا موضوع يعني. مش وقته. عمر بغضب وصوت عالي خلى زين ينكمش على نفسه في حضن امه. انا قلت اتكلم دلوقتي. قطع كلامه صوت تليفونه. عمر مسك الموبايل ورد بسرعه ولهفه. لا مش مشغول، ما عنديش حاجه، تمام دقايق واكون عندك. قفل التليفون وبص لهمس. انا نازل ورايا شغل. قال كلمته ديت وبعدها خرج من بيت من غير ما يضيف اي حاجه تانية. كان قاعد بعد شويه في شقه تانية وكانت واقفه قدامه بنت لابسه لبس مكشوف. انا مش عارفه مالك، ما بقيتش اشوفها خالص اليومين دول، ليه بقى؟ ها، كل فين وفين لما بتفتكرني. ما انت عارفه انا ورايا شغل كتير، وبعدين خلاص همس رجعت البيت، يعني الفتره دي خلاص هنقلل المقابلات. اتفاجئت وقامت من مكانها وهي بتتكلم بعصبيه. ايه نقلل ايه؟ ده انا مبقتش اشوفك الا مره في الاسبوع، وممكن اصلا ما اشوفكش فيها، وكمان عايز تقلل؟ بجد انا تعبت. هي مش كانت خلاص غارت في دايه وسابت البيت، ليه رجعت تاني؟ قام من على كرسي مسكها من شعرها بغضب وشدها ليه. بعد كده تتكلمي عنها بأدب، دي مراتي انا، لكن انتي فانا جايبك هنا بمزاجي، يعني تشوفي انا عايز ايه وتنفذيه بقى من غير ولا حرف، مفهوم؟ سهى بصت له بخوف وهي بتتوجع من شدة ايده. بس انا كمان مراتك. ضحك بصوت عالي وسخريه. مراتي؟ مراتي بس على الورق، مراتي عارفه يا هانم، جايبك هنا عشان حاجه معينه، يعني وقت لما احتاجك بس. اما هي بقى فمراتي قدام الناس كلها، حبيبتي وام ابني، فهمتي بقى الفرق بينكم؟ قال كده ورماها على الارض وقعد مره تانية. اتكلم ببرود. خلصي يلا وشوفي وراكي ايه، انجزي. قامت تنفذ اوامره وهي مش راضيه، بس سكتت وبلعت اهانتها لحد ما تلاقي الوقت المناسب. وفي بيت عيلة الجرحي نزل عمران من فوق وهو مستعد عشان يروح على شغله، بس وقف قبل ما يوصل الباب وهو بيبص على اللي بينادي عليه. ما كانتش الا بنت عمه، بنت في العشرينات او اقل شويه، ونزلت بسرعه وراه وهي بتجري لحد ما وقفت قدامه. كانت بتنهج. ايه دي في ايه؟ ايه دي شويه، انت بتجري كده ليه؟ هو انا اقرب منك ولا ايه؟ في ايه اللي حصل؟ بصت له بخجل شديد متردده ومش عارفه تقول ايه، بس في الاخر اتكلمت. انت كنت رايح فين؟ عمران استغرب السؤال. رايحه شغل، هو في ايه؟ محتاجه حاجه ولا ايه؟ وهزت راسها بالنفي. لا مش محتاجه حاجه. خلاص تمام، يبقى اشوفك بقى بالليل. قال كده وكان لسه هيمشي، بس مسكت ايده وهي بتترجاه. هو انا لو طلبت منك يعني ما تروحش الشغل النهارده وتفضل بقى معايا هتوافق؟ بصلها باستغراب مش عارف يقول ايه، بس رجع خطوه لورا وبيتكلم بحيره. هو في يا نور؟ انا مش فاهم اي حاجه. اصل كنت عايزه اتكلم معاك النهارده. هو ما ينفعش نأجل الكلام ده لما ارجع؟ لا ما ينفعش خالص، لازم دلوقتي. عمران بص لها شويه بعدم اقتناع. خلاص تعالي المكتب اما نشوف اخرتها معاكي ايه، يلا بينا. دخل المكتب وهي وراه. قولي يا ستي عايزاني بقى في ايه؟ وبعد لحظات من الصمت القاتل اخيرا نطقت. وقف عمران بصدمه مش مصدق اللي بتسمعه ودانه. قام مقرب منها مسكها من دراعها بغضب وهو بيصرخ فيها. انت اكيد بتكدبي صح؟ اللي بتقوليه ده مش حقيقي. ونزلت دموع نور وهي بتتكلم بانهيار. انا اسفه بجد، والله ما كان قصدي، كنت فاكره بيحبني وهو طلع انسان مش كويس. صدقني الصور اللي بيهددني بيها ديت مش بتاعتي والله العظيم، هو اخد صوري وركبها على صور تانية مش كويسه، انا والله مش كده. ضربها عمران فهي وقعت على الارض، صرخ فيها بغضب اعمى. الواد ده اسمه ايه؟ قولي كل حاجه تعرفيه عنه، اخلصي. اخد منها عنوانه واخد اسمه وبعدها خرج من بيت زي الاعصار. وبالليل رجع عمر للبيت، دخل اوضه النوم على طول بس ما لقاش همس. اتنفس بضيق وهو عارف هي فين دلوقتي. هي بتحاول تبعد عنه باي طريقه
بس هو مستحيل يسيبها حتى لو هيجبرها تعيش معاه العمر كله. سنين بيحاول يخليها تحبه زي ما بيحبها بس مش عارف. ودخل على أوضة ابنه زين، لقاها نايمة جنبه. قرب منها وحط ايده على شعرها، فتحت عيونها بفزع وقامت بسرعة. عمر بصلها بضيق. ليه نايمة هنا؟ ايه رجعنا تاني الحكاية ديت؟ هزت همس راسها بتوتر. أنا بس كنت بنامه ونمت جنبه غصب عني. طب تعالي يلا عايزك. كلمة عايزك ديت دخلت الرعب في قلبها. بصت لابنها بسرعة وكأنها بتدور على وسيلة إنقاذ. أصل زين ممكن يقوم بالليل وممكن يحتاجني ومش هكون موجودة. خليني الأحسن معاه هنا النهاردة. بصلها وهو عارف كويس قوي إنها بتخترع أي حاجة عشان بس تهرب منه زي كل مرة. قرب منها لدرجة إنها توترت، معرفتش أصلا تروح فين وهي محبوسة جنب ابنها. قومي معايا أحسن لك بدل ما صحي ابنك وأوريكي عم فيك إيه. فتحت عيونها بصدمة ورعب وقلبها بيدق بعنف كأن قلبها يقف. سادت صمت في الأوضة لحد ما كمل كلامه. هروح على الأوضة ودقيقة واحدة تكوني ورايا، مفهوم؟ خرج وسابها في دوامة من الخوف سيطر عليها. بعد دقايق كانت بتدخل الأوضة وقلبها بيدق بخوف. كل مرة بتدخل الأوضة دي بتحس إنها بتتخنق وبتموت بالبطيء. قام عمر أول ما شافها وقرب وحضنها، اترعشت من لمسته وبعد عنها وبصلها بضيق. أنا مش عارف في إيه، أنت ليه كل مرة بتحسيني إن أنا هأذيكي؟ أنا بحبك يا همس وعايزك تحبيني أنت كمان، لو مش عشان يبقى عشان زين. زين ده نتيجة حبي ليكي. بصت له بقهر وكره الدنيا كلها وهي بتصحح كلامه. قصدك زين اللي جه نتيجة بقى إنك قربت مني وغصب عني مش حب. بص لها بغضب أعمى. ليه مصرة تبعد؟ ليه بتفكره دايما بذنبه؟ مسك إيديها بعنف. يظهر بقى إن الكلام الحلو ما بيجيبش نتيجة معاكي. مفيش غير المعاملة الوحشة هي اللي بتنفع معاكي. هو أنت فاكرة بقى لما بقولك بحبك يبقى أنا ضعيف أو ممكن أسيبك تبعدي؟ ده مستحيل. ابعد عني. أنت ليه مش عايز تفهم إن أنا مش بحبك؟ 5 سنين بحالهم عايشتني معاك غصب. افهم بقى أنا بكرهك وعايزة أبعد. رماها على السرير بغضب. حاضر هنفذ لك بقى اللي أنت عايزاه، بس على موتي. الأول اقتليني وبعد كده ابعدي، حتى الموت مش هيفرقني عنك. قرب منها بغضب شديد. فكرة إنها مش عايزاه بتخليه زي المجنون. بعد فترة بص عليه وهي مرمية على السرير مغمى عليها من كتر الضرب والوجع. سابه وخرج أول ما تليفونه رن بسوها. أما بقى همس فبعد فترة فقت من إغمائها وجريت على الحمام. قفلت عن نفسها وهي بتنهار من العياط، حاسة إن روحها عمالة تسحب منها. كان عمران واقف في مكان قديم شبه المخزن، وكان قدامه واحد مرمي على الأرض مش قادر يقوم من كتر الضرب وحواليه شوية حراس. عمران بص على التليفون اللي بين إيديه. دي كل الصور اللي معاك ولا في حاجة تانية؟ الحارس ضرب الشاب اللي كان مرمي على الأرض وهو بيزعقله. ما ترد على الباشا ياض. صرخ عماد برعب. والله ما في حاجة تانية. والله دي كل الصور وده التليفون الوحيد اللي معايا. عمران هز راسه بجمود ومسح كل الصور من على التليفون وكسره 100 حتة تحت جزمته وبص للحارس. روقوا عليه، مش عايز يخرج من هنا في حتة سليمة، وبعد كده ارموه قدام أي مستشفى حكومي وعرفوه إني لو شفت خليته في أي مكان تاني أو سمعت مجرد اسمه مش هيبقى فيه تكسير عظام، لأنه أصلا مش هيلحق يسمع عظمة واحدة وهي بتتكسر، هيموت على طول. قال كلامه دوت وبعدها خرج من المخزن ببرود. رن تليفونه ورده كان بجاد اللي كان بيسأل بلهفة. عمران عملت ايه في الموضوع اللي انا قلت لك عليه؟ عمران هز راسه بزهق. يا ابني هو انت كل يوم تتصل وتسأل نفس السؤال؟ لسه والله بجد بدور. الموضوع صعب جدا، خصوصا بقى ان انا بدور باسمها بس. انا مش عارف بصراحة ازاي كانت معاك في الجامعة وما تعرفش غير اسمها الاول. انت عبيط يا ابني. بجد قاعد على مكتبه بخيبة امل ويأس. يعني ما لقيتهاش ولا عرفت اي حاجة خالص؟ ما تقلقش يا سيدي، انا رحت الجامعة من يومين وحاولت ادور على اسمها في الدفعة بقى من 5 سنين، بس المشكلة ان انا مش لاقي الاسم خالص، كأنها اصلا ما دخلتش جامعة في الوقت اللي انت بتقول عليه دوت. بس ما تيأس يا صاحبي، انا معاك وهدور عليها لحد ما نلاقيها. بجد هز راسه وعيونه فيها نظرة غريبة. الاقيها بس وساعتها مش هرحم حد. عمران كان بيحاول يساعد ابن عمه وصاحبه بكل الطرق، بس الحيرة كانت واكلة قلبه وسأله بفضول. بس عايز اسألك سؤال، هو انت ليه ما دورتش عليه من 5 سنين؟ ليه فجأة كده اتصلت بيا من شهر وعايز تقلب الدنيا عليها؟
كأنك لسه فاكرها دلوقتي. افرض بقى انها متجوزة دلوقتي وعايشة حياتها، هتعمل ايه؟ سكت بجد شوية وبعدها نطق كلام خلى عمران يتصدم. انت اتجننت يا بجد؟ انا مستحيل اوقف على الجنان دوت، ولو انت فكرت بقى تعمل كده انا اول واحد هيقف لك. بس انا عايز اسالك سؤال، انت ليه ما دورتش عليها من 5 سنين؟ ليه فجأة كده اتصلت بيا من شهر وعايز تدور عليها كأنك كنت ناسيها وافتكرتها دلوقتي؟ ما كنتش بدور عليها لان انا كنت فاكر انها خانتني، واول ما عرفت الحقيقة وظفت الناس تعمل كده، بس ما لقوش اي حاجة. انا عايزها ابقى يتمنى يا عمران، ساعتها هنتقم من اخوها لاني عرفت ان هو اللي فرق بينا زمان. عمران اتصدم من كلامه. انت اتجننت يا بجد ولا ايه؟ لو عملت كده انا اللي هقف لك، خلاص الموضوع انتهى. ليه بعد السنين دي كلها عايز تنتقم؟ انت لسه بتحبها صح؟ سكت بجد وما ردش عليه وبعدها قفل السكة. وعمران مش عارف يعمل ايه في ابن عمه اللي ماشي في سكة الانتقام. وفي مكان تاني وبعد مر يومين كانت قاعدة همسة في اوضتها، فجأة رن تليفونها. مسكت التليفون وكانت صاحبتها هدير. همس ردت بصوت حزين. الو، ايوه يا هدير، عاملة ايه؟ الحمد لله يا ستي، اخيرا بقى لقيت اللي انت بتدوري عليه. ابتسمت همس ووشها رد لونه تاني ورد الامل في تاني. ايه بجد؟ بجد لقيتي اللي قلتلك عليه؟ ها انا مش مصدقه. هدير بفرحه عشان صاحبتها. ايوه يا ستي لقيت كل حاجه، ما تقلقيش، انا راجعه من السفر خلال يومين وهجيلك ومعايا كل التفاصيل اللي انت عايزاها. دموع همس نزلت وهي بتغمض عيونها. اخيرا هتخلص من الحياه دي. بجد يا هدير انا مش مصدقه. 5 سنين وانا بدور، 5 سنين ما فقدتش الامل ولا لحظه، 5 سنين عايشه على امل ان في لحظه هلاقيه وهيجي وينقذني من العيشه ديت. اخيرا مش مصدقه نفسي. هدير بابتسامة حزن عشان صاحبتها. انتي تعبتي كتير وتحملتي كتير، خلاص انا الاوان بقى ترتاحي، كل حاجة هتبقى كويسة، ما تقلقيش. وبعد يومين كانت همسة قاعدة ومش على بعضها، مشاعرها متلخبطة بين القلق والخوف، وفي نفس الوقت حاسة بفرحة وأمل. كانت بتتمنى من كل قلبها إن الموضوع يكمل المرة دي وهدير ترجع لها بالأخبار الحلوة اللي تبرد نارها عشان أخيرا تتحرر من سجن جوزها اللي حابسها فيه. كانت قاعدة جنب التليفون بقلب بينبض، وفجأة حست بالخوف لما عمر نده عليها. قامت تشوفه عايز ايه، بس قبل ما تدخل الأوضة فجأة كان بيتكلم في التليفون وهو بيتفق مع واحدة تقريبا. خلاص يا سهى، هشوفك النهارده، مش محتاج بقى احلف، انا قلتلك هشوفك يبقى اشوفك، خلاص سلام بقى. على الساعة 8 كده. رجعت همسة لورا خطوتين وهي مش قادرة تصدق، يعني بعد كل الوجع دوت والعيشة اللي هي عايشاها معاه كمان بيخونها. مر الوقت ببطء وفجأة خرج عمر. أنا خارج ومش هتأخر، مش محتاجة أقولك إن باب الشقة ما يتفتحش لأي حد، مفهوم؟ قال كلامه دوت وبعدها خرج من غير ما يقول حاجة تانية. بس همس خرجت بعديه بسرعة وركبت عربيتها ومعها ابنها زين ومشيت ورا عمر. دقايق ووصل عمر قدام بيت ونزل من عربية. باب البيت اتفتح وخرجت البنت ورمت نفسها بين أحضانه بسعادة وهي بتضحك. همس شافت كده ودموعها نزلت منها. البنت دخلت البيت وكان معها عمر. بعد لحظات همس نزلت من العربية، رنت الجرس وفجأة فتحت الشغالة. بصت لها باستغراب. نعم، انت مين؟ زقتها همس ودخلت لجوه، عايزة تعرف عمر انها عرفت وانها خلاص هتتحرر من السجن بتاعه. دخلت ويا ريتها ما دخلت، لقيته في وضع مش كويس خالص وكانت صدمة كبيرة ليه وهو بيهمس باسمها. ايه ده همس؟ همس بصت عليه بقرف. انا ما جيتش عشان زعلان عليك ولا عشان عايزة اعرف يا مين، انا جيت بس عشان اعرفك ان انا خلاص هتحرر بقى من قرفك ده. خلاص مش عايزاك في حياتي، عايزاك بس تنسى واحدة اسمها همس، تنسى ان انت كنت تعرفها في يوم. بصت تاني بقرف وخرجت من البيت كله. ركبت عربيتها مع ابنها زين ودموعها نزلت منها ومشيت من قدام البيت بسرعة. قربت سهى بسعادة من عمر لأنها أخيرا هتخلص من همس للأبد. ولا يهمك يا حبيبي، في 60 داهية. عمر زقها بسرعة ولبس هدومه وركب عربيته بجنون. راح ورا همس، راح بسرعة بيتهم بس ما لقاهاش. كان نزل بسرعة وراح بيت مامتها وأخوها وهو عارف إنها أكيد هناك، بس للأسف برضه مش هناك، وشكلها فعلا هتنفذ تهديدها المرة دي وهتهرب من سجنه. هلاقيها، أكيد هلاقيها، أكيد مش هتسيبني. وصلت همس بعد مدة
على بيت صاحبتها هدير اللي كلمتها وقالت لها انها خارجه من المطار، وقالت لها على مكان المفتاح. دخلت همس البيت، وبعد مده قصيره من دخول همس البيت هدير وصلت اخيرا وسلمت عليها بحب واشتياق. وبعد سلامات اخيرا قعدت. بصي يا ستي اهي، هي دي كل العناوين بتاعته، بس الكلام ده بره ها، ودي كل اسماء وسائل التواصل، اتكلمي معاه، ابعتي اللي انت عايزاه وهو اكيد هيساعدك، اكيد يعني مش هيرفض. همس مسكت الورقه بقلبي بيدق جامد. وفي نفس التوقيت كان قاعد بجد في مكتبه، وفجأة البوليس دخل عليه. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ وازاي يدخلوا من غير اذن؟ في اخباريه جت لنا ان المستشفى هنا بتعمل عمليات مش كويسه وبتاخد اعضاء من الناس، في ناس اشتكت على المستشفى وعليك انت شخصيا. الكلام ده اكيد غلط، مفيش اي حاجه من الكلام ده بتحصل هنا. ومسك تليفونه واتصل بالمحامي وبعمران اللي طمنه. ما تقلقش يا بجاد، انا هركب اول طياره وهجيلك على طول، اكيد في حد بيلعب عليك وعايز يوقعك، ما تقلقش. لو سمحت ممكن تيجي معانا بهدوء؟ بجاد هز راسه، وقبل ما الظابط يمد ايده رفع هو ايده في وشه. لا مش بجاد الدمنوري اللي تمسكه وتاخده كده، ما ينفعش تاخدني معاك الاسم زي المجرمين، انا هروح بالعربيه بتاعتي. ولسه الظابط هيعترض، بس نظرات بجاد خلته يتراجع فورا. خلاص هخلي حد معاك في العربيه. وفي اسم الشرطه بجاد كان قاعد على الكرسي وهو بيبص للظابط اللي قدامه، وكان بيتكلم بنفي. كل حاجه قلتها دلوقتي ملاش عندي اي لازمه، ومفيش حاجه تثبت ان ده بيحصل عندي، معنى كده ان انا بريء وان وجودي هنا ملوش اي لازمه. ازاي بقى؟ طب والشهود اللي بره؟ الشهود اللي بره دول مالهمش اي لازمه، اثبت انهم كانوا عندي في المستشفى اصلا، ولو كانوا عندي فعلا اثبت بقى ان انا عملت لهم اي عمليه. انا مش دكتور صغير عشان تتهمني اتهام زي ده. قبل ما تتهم اي حد المفروض يبقى معاك اثباتات قويه على كلامك، صح ولا ايه؟ ازاي يعني مش معايا؟ طب والدكتوره اللي شغاله عندك في المستشفى وليها اسهم برضه في المستشفى، وشهاده بقى ان انت اللي عملت العمليه دي كلها للناس دي. بجد استغرب جدا مين ممكن يكون عنده ويشهد ضده بشهاده مش صحيحه. طب مين الدكتوره ديت؟ الباب اتفتح في الوقت ودخلت جيهان بقوه وهي بتتكلم بثبات رغم خوفها من بجاد. انا يا بجاد، انا اللي شهدت عليك ان انت عملت العمليات دي كلها، وانك متورط في عمليات مشبوهه، وعملت كده واذيت ناس كتير. هنا اتقابلت عيونهم في نظره طويله، نظره توتر وعدم تصديق، نظرات من جيهان، والنظرات ديت بتبين انها قويه من بره بس، لكن هي هتموت من الرعب، عايزه تنتقم بس خايفه لبجاد يعمل فيها حاجه بعد اللي عملته واللي عارفه ومتاكده انه مش هيعديه بسلام ابدا. وبجاد بقى اللي عينه بتطلع شرار، نفسه يقوم يخنقها، عايزه تنتقم منه عشان عملتها، بس غلطتها بقى المره دي مش مغفوره ابدا، غلطه كبيره، دي عايزه تاذيه في شغله، واللي عارفه ومتاكده 100% ان شغله ده اهم حاجه في حياته. عند همس كانت قاعده جنب هدير، وبين ايديها الورقه اللي مكتوب فيها عنوان وارقام عمها بره مصر، املها الوحيد لو عرفت توصل له. بتتمنى ان هو يساعدها ويخلصها من اللي هي فيه، ويقف قدام اخوها ويطلقها من عمر. هدير مسكت ايد همس وهي بتشجعها. ما تخافيش يا حبيبتي، ان شاء الله هنوصل واكيد هيساعدنا، يلا رني عليه. همس مسكت التليفون ورنت كذا مره، بس برضه مفيش اي رد. بصت لهدير بخوف اللي طمنتها. لا ما تقلقيش، بصي ممكن يكون مش معاه التليفون دلوقتي، نبعت له رساله ولما يشوفها اكيد هيكلمنا. همس هزت راسها على كلام صديقتها وكتبت رساله لعمها، وبصت لهدير وهي مرعوبه. انا خايفه لعمر يوصل قبل ما اوصل لعمي وارجع تاني لجحيمه. يا بنتي ما تخافيش كده، وان شاء الله نوصل قبل كده، ممكن تهدي. وبعد كده سكتت شويه وبصت لهمس. بصي انا عملت حاجه كده بس كنت عايزه رايك فيها، ممكن؟ استغربت همس جدا وهزت راسها. بصي انا معايا، مش عارفه اقولك ازاي، بصي انا قدرت اوصل لرقم بجد بره مصر، اكيد يعني لو كلمتيه هيساعدنا. سكتت همس شويه بتحاول تستوعب اللي هدير بتقوله. لا انت اكيد مجنونه، عايزاني اكلم بجد ايه؟ انت اكتر واحده عارفه بالعلاقه اللي كانت بينا ايام الجامعه، يعني واحد سابني وما سالش فيا حتى، وكمان ما قاليش ان هو مسافر، عايزاني بقى اتصل بيه واقول له لو سمحت ساعدني وتعالى خلصني من جوزي؟ مين اصلا قالك ان هو هيوافق؟ مستحيل. هدير هزت راسها على كلام صاحبتها. يا بنتي ما انا عارفه كل وعارفه ان انت مجروحه منه، بس هو كان بيحبك. بيحبني؟ اللي بيحب ما بيجرحش، واللي بيحب ما بيسيبش حبيبته 5 سنين من غير سؤال، حتى اللي بيحب بيضحي، وهو ما ضحاش بحاجه غير بيا. عرفتي الفرق بقى بين اللي بيحب
وبين واحد بيتسلى زي بجد؟ انا والله مش عارفه اقولك ايه، بس كنت عايزه اساعدك مش اكتر. همسه قربت منها وحضنتها بقوه. مش عايزه منك اي حاجه غير ان انتي بس تكوني معايا، انتي الوحيده اللي باقيالي. لو بعدتي عني صدقيني انا مش هقدر اكمل. حتى امي اضعف من انها تقف قدام اخويا وتتكلم، بتبصلي بس نظرات حزن، ما تقدرش تقول لاخويا لا. انتي الوحيده اللي معايا. قولي لي بقى ان انتي مش هتسيبيني وبس، انا عايزه الكلمه دي بس. هدير هزت راسها وهي بتحضن همسه اكتر. عمري ما هبعد عنك وعمري ما هسيبك، انتي مجنونه، ده احنا اخوات. انا مش هسيبك خالص وهساعدك والله، واكيد هنوصل لعمك باي طريقه وتعيشي حياتك وتبنيها وتكوني دكتوره همس. في الوقت دوت وصل عمران بعد ساعات لاسم الشرطه وهو مع بعض الاوراق، ووصل عند باب الضابط وهو بيتكلم مع العسكري. خش قول للظابط جوه ان عمران الدمنهوري محامي الدكتور بجاد، قول له واقف بره. هز العسكري راسه وفتح الباب ودخل عمران. عمران بص لجيهان باستغراب، وبعد كده بص لبجاد اللي هزله راسه. بعد كده اتكلم الضابط. الاستاذ بجاد متهم ان هو بيعمل عمليات غير شرعيه في المستشفى بتاعته. الاثبات على كلامك، لو مفيش اثبات مفيش قضيه. هز الضابط راسه بايجابيه وبيشاور على جيهان. المدام جيهان هي شاهده على كل دوت، وهي اللي قالت ان الدكتور بجاد عمل العمليات دي فعلا، وانه بيعمل عمليات غير شرعيه في المستشفى. عمران بص لجيهان بصدمه، مش مصدق انها تعمل كده. ليه كل دوت؟ مش فاهم. وبعد كده بص للضابط. هو احنا ممكن نتكلم شويه مع مدام جيهان؟ مستحيل اخليك تقعد معاها، اصلا عايز تقعد معاها عشان تهددها او تاثر بقى على رايها، صح؟ قال كلامه بصوت عالي. بص له عمران بغضب. اولا صوتك، انت مش بتكلم اي حد وخلاص. تاني حاجه بقى اللي ما تعرفش يا استاذ ان مدام جيهان تبقى مرات الدكتور بجاد، فما فيش واحده عاقله بقى تيجي تقول على جوزها كده انه بيعمل الكلام دوت، حتى لو هو فعلا بيعمل كده، رغم ان الكلام ده مش صحيح وحاليا في مشاكل بينهم، وممكن تكون المشاكل ديت تكون هي سبب ان مدام جيهان تقول الكلام دوت. ممكن اللي انت بتقوله ده يكون صحيح، بس برضه انا ما اقدرش اخليك تقعد معاه لوحدكم. عمران هز راسه، وبعد كده سمع صوت تليفونه وبص للضابط واداله التليفون. اتفضل، ده تليفون عشانك. الضابط مسك التليفون وحطه على ودنه. سمع كلام اللي على الجهه التانيه وبعد كده قفل وهو بيبص لعمران، وبعدها بيوم يقف. هسيبكم لوحدكم شويه مع بعض. قال كلامه وكانت جيهان بتبص للضابط على امل ان هو ما يسيبهاش لوحدها مع عمران وبجاد اللي نظراتهم هما الاتنين ما تبشرش باي خير ابدا. بس هو مشي وقفل الباب وراه. ممكن اعرف ايه السبب اللي يخليكي تقولي كده؟ وانت عارفه ومتاكده كويس قوي ان الكلام ده مش صحيح. انا مش المفروض اقول حاجه، انا شهدت وخلاص وهمشي، عن اذنكم. كانت لسه هتقوم بس بجد مسكها من ايديها خلاها تقعد تاني على الكرسي وعينه بتطلع شرار. اقسم بالله لو ما تراجعتي عن الكلام اللي انت بتقوليه دوت قدام الضابط، والله العظيم ما هيعدي عليكي ساعه ولا حتى دقيقه بعد كده. انت اكيد اتجننتي، فاكره ان بالكلام الاهبل دوت انت كده بتلوي دراعي؟ لا افويا يا ماما، ده انا بجد دمنهوري. انا بس. انت تغيري كلامك فورا، وبعد كده ما اشوفش خلقتك دي هنا في البلد ولا حتى في المستشفى ولا في اي مكان اكون فيه، واحمدي ربنا ان انا هكتفي بكده وبس، والا. انا انا عملت كده عشان بحبك، مش عايزاك تسيبني، وعايزه انت كمان تحبني. ليه رغم السنين دي كلها ليه ما حبتنيش؟ ضحك بجد ضحكته المرعبه وهو بيبص لها. هتتراجع عن الكلام كدب ده ولا؟ هعمل لك كل اللي انت عايزه، بس خليك معايا ما تسيبنيش. انت هتعملي اللي انا قلت عليه، بس برضو انا مش هفضل معاكي ولا لحظه واحده. يا بجد انا بحبك، يا بجد بجد بحبك، اوعى تسيبني. انت بجد انسانه معدومه كرامه وغبيه قوي. ما انت لو مش غبيه ما كنتش بقى عملتي خطتك الهبله ديت. انا اصلا بكلامك دوت او من غير كلامك اكيد هطلع، بس الفرق ان انا بفكر في سمعه المستشفى، مش زيك رحتي بكل غباء تتكلمي عن المستشفى والمفروض ان انت تشتكي فيها اصلا. جيهان بصت في الارض بتوتر. انا ما. شش، اسكتي خالص. عمران نادي الظابط بسرعه، خلينا نخلص بقى من اليوم ده. قال كلامه دوت ورجع قعد على كرسي تاني، وملامحه رجعت بارده تاني كانه ما كانش متعصب ولا الشرار بيطلع من عينه من لحظات. اما عند هدير اللي كانت قاعده وبتقلب في التليفون بعد ما همس دخلت جوه ومعاها ابنها، اتفاجئت برساله من الرقم اللي رنت عليه، رقم عم همس. رنت عليه بسرعه وردت هدير. السلام عليكم، انا هدير من مصر، ابقى صاحبه همس بنت اخوك. رد عليها شخص. انا شريف، انا اكون ابن عم همس. طب الحمد لله، ممكن حضرتك تخليني اكلم والدك؟ للاسف
والدي توفى من شهر فات. هدير حست بالحزن على صاحبتها بس اتكلمت معاه بأمل. طب ممكن حضرتك تساعدني؟ همس في مشكلة كبيرة وكان عندها أمل إن عمها يساعدها، بس هو حاليا الله يرحمه. ممكن تساعدها أنت؟ رد شريف بعد تفكير. ممكن تحكي لي إيه اللي حصل؟ هدير حكت له كل حاجة. طب أنا حاليا ما أقدرش أرجع مصر لأن عندي صفقة مهمة، ودي تعتبر أكبر صفقة للشركة بتاعتي أو شركة والدي يعني، فممكن أرجع بس بعد شهر. شهر؟ بس شهر كتير قوي. ممكن عمر يلاقي همس في الوقت دوت أو يأذيها. للأسف أنا مش هقدر أرجع، ولو بيدي كنت رجعت، بس هحاول أخلص في أقرب وقت وإن شاء الله هحاول أرجع. قول لها تطمن، وكمان هحاول أبعت أي حد من عندي يتابع بس الأمور لحد ما أرجع لكم إن شاء الله، ما تخافوش. وقفلت معاه بس جواها حزن كبير على صاحبتها، والأمل خلاص اختفى. عمها مات، هتقول لها ازاي ان عمها مات؟ وشريف ابن عمها مش هيقدر يرجع حاليا، يعني في أي لحظة ممكن عمر يعرف مكانها ويرجعها لي تاني. هتقول لها ازاي الكلام ده؟ لا، أنا هكلم بجد واللي يحصل بقى يحصل. هو الأمل الوحيد، ولو بيحبها أكيد هيجي وهينقذها. ما فكرتش لحظات ليه هتسيب صاحبتها ترجع لعمر تاني، وأكيد بالأكيد هيأذيها. خلاص هي لازم تعمل اللي في دماغها حتى لو هتزعل همسة شوية، بس هي دي فعلا مصلحتها. وقررت انها تتصل ببجاد. واللي حصل وبعد مدة كان قاعد الضابط قدام بجاد وعمران وهو بيبص لجيهان وبيسأل بتأكيد. يعني حضرتك متأكدة ان انت ما كانش قصدك الكلام دوت؟ يعني هتغيري اقوالك كده عادي؟ على فكرة انت اللي بلغتي وقلتي ان انت عندك اثباتات على كلامك، وكده نضطر نعمل لك محضر ازعاج للسلطات. حضرتك انا ما فيش داعي تعمل اي محضر، المدام اصلا مسافرة ومش راجعة هنا تاني، يعني ولا هتضايقك ولا هتضايق حد تاني. قال كلامه بابتسامة وبص الظابط عليهم. خلاص تمام انتوا حرين، هقفل المحضر. وقامت جيهان ومدت عليه هي وبجاد وخرجوا من عند الظابط. جيهان وقفت تتكلم معاه. على فكرة أنا عملت كل ده عشان قطعها بجاد، وهو مش مستعد يسمع أي كلمة تاني. كفاية اللي حصل واللي عملته. مش عايز اسمع منك أي حاجة، كفاية اللي حصل. اعملي اللي قلتلك عليه عشان أنا غضبي وحش. أنا حذرتك مرة واتنين، والمرة الجاية مفيش تحذير أبدا، أنت فاهمة؟ قال كلامه وخرج من القسم ومعاه عمران. ركبوا العربية وعمران لسه هيتكلم. هي جيهان قطع رنين هاتف بجد، فسكت وفتح بجد التليفون باستغراب عشان لقى رقم مصري. الو، مين معايا؟ الو، ايوه معايا بجد، ده منهوري. ايوه انا بجد، مين معايا؟ انت مين يعني؟ انا هدير، انا كنت معاك في الجامعه، يمكن انت مش فاكرني بس انا على فكره فاكرك كويس قوي. هز بجد راسه مع انه اصلا مش فاكرها. تمام ماشي، في حاجه بقى ولا ايه؟ بصراحه انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع عن ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. بص، هو انت فاكر همسه في الاول ولا لا؟ توسعت عيون بجد وهو بيتمنى انها تكون هي فعلا همسه حبيبته اللي بتتكلم عنها هدير دلوقتي، وكان بيتكلم بامل. همس مين بالظبط؟ يعني انت بجد مش فاكر همس؟ دي اللي كانت معاك في الجامعه، كان بينكم. قطعها بسرعه بلهفه. هي فين؟ انت عارفه مكانها صح؟ قولي مكانها، انا بدور عليها من فتره. ارجوكي لو عارفه مكانها قوليلي وانا اعمل لك كل اللي انت عايزاه. ابتسمت هدير ابتسامه كبيره وعرفت اني بجد اكيد هيساعدها بعد اللهفه ديت اللي سمعتها في صوته على الهمس. مستحيل يرفض يساعدها، واتشجعت واتكلمت معاه. بص انا عارفه همس من زمان، ودلوقتي همس وقع في مشكله وملاش حد عشان يساعدها. انت الامل الوحيد قدامي انك تساعدها، رغم انها رفضت ان انا اكلمك، بس ما فيش امل قدامي غيرك دلوقتي. ارجوك. بجد بلهفه كان قلبه بيدق برعب. همس، قولي هي فين وانا هساعدها. في اي حاجه حصلت لها طمنيني ارجوك، هي فين مكانها؟ اهدى، هي بخير، بس للاسف من حوالي 5 سنين كده لما انت بعدت عنها بعد ما خلصت دراستها على طول، اخوها اجبرها انها تتجوز واحد. قلبي بجد دق مرة تانية، بس المرة دي بيأس. هو خسرها خلاص، دي آخر مرة. وبص قدامه ببرود. يعني هي بجد اتجوزت صح؟ أيوة بجد هي اتجوزت فعلا من 5 سنين، بس والله ما كانش بمزاجها، أخوها هو اللي أجبرها. قطعها بجد للمرة التانية. وهي لحد دلوقتي على ذمة جوزها؟ أيوة بس. قطعها بجد للمرة الأخيرة وهو بيتكلم بصوت خالي من أي مشاعر. تمام، أنا معرفش حد اسمه همس، من فضلك ما ترنيش عليا تاني. قال كلامه وقفل التليفون وقلبه انكسر لما بقيت على اسم غيره. انكسر قلبه قبل كده لما كان شاكك انها بتخونه وبعد عنها، واتكسر تاني لما عرف الحقيقة
وبدأ يدور عليها واتكسر تالت، وخلاص انتهى دلوقتي لما عرف انها من 5 سنين ولحد النهارده على ذمة واحد تاني، وكملت حياتها عادي. اجبرها اخوها او لا، بس كان بايديها انها تبعد عنه. بس هي عاشت مع 5 سنين. بجد قفل التليفون بغضب وبص له عمران. ايه لقيتها بجد ولا ايه؟ بجد بغضب وهو بيبص على الناحية التانية كان حاسس بنار مش قادر يهديها، وصدمة مش قادر يتخطاها. كان عارف انهم 5 سنين كتير وانها مش هتستناه، بس برضه الصدمة كانت شديدة، وخصوصا ان قلبه لسه بيدق ليها. بقولك ايه، ما تجيب لي سيرتها خالص. والحيرة بتنهش في قلبه. يروح يساعدها ويحررها. طب ويا ترى هيقدر يكون معاها بعد ما كانت لحد غيره ولا هيسيبها؟ هدير كانت قاعدة بتبص للتليفون بصدمة. هو رفض. مش قادرة تصدق انه هو رفض. صحيح فعلا كانت همسة عندها حق، كانت مجرد تسلية في حياته، واما زهق رماها وما سألش عنها. طب هيساعدها ليه وهو اصلا ما كانش فاكرها، وهي اللي فكرته بيها؟ عنده عمر عدى يومين ومش عارف همسة فين، هيتجنن خلاص. ملهاش حد غير اهلها. راحت فين مش عارف. كل مرة كان بيلاقيها عند امها واخوها وكان بيرجعها بكل سهولة. مجرد ما اخوها يشوف الفلوس من عمر بينسى كل حاجة حصلت لاخته. طب هي فين دلوقتي؟ هو مش عارف. قربت منه سهى وقعدت جنبه. لامتى هتفضل تفكر فيها؟ ده احنا ارتحنا منها. فكر وخليك معايا. عمر وهو بيشرب السيجاره بتاعته وقاعد على الكرسي بص لها بغضب. مش عايز اسمع صوتك. انا لو باجي هنا فباجي عشان حاجه تانية وانت عارفه، يعني مش جايه عشان تتكلمي عنها. ومش فيها تعملي ايه، ومالكيش دعوه بهمس. همس هترجع يعني هترجع، مفهوم؟ وقامت سهى وكان جواها غضب الدنيا. ليه مش بيفكر فيها زي ما بيفكر في همس؟ همس بس هي اللي في حياته، هي اللي واخده تفكيره، هي اللي ام ابنه، هي اللي مراته قدام الناس كلها، وهي اللي اخدت قلبه. دخلت على اوضتها بسرعه واتصلت على واحد بلطجي هي عارفاه من زمان. بص هبعتلك في رساله دلوقتي، اسم واحده كده وعنوان بيت جوزها. تلبت بقى تحت البيت، هي مختفيه دلوقتي. اول ما ترجع بيت جوزها او تظهر عايزك تخلص عليها هي وابنها، انت فاهم؟ قال الكلام وقفلت التليفون وغيرت لبسها وطلعت لعمر. عند بجاد. بجاد اللي كان قاعد في بيته من يومين وما طلعش من بيت، ما اتكلمش مع حد يومين، مش قادر يفهم او يستوعب هي ليه اتجوزت غيره. وعقله بيقوله طب يمكن عشان هو سابها من غير تفسير، يمكن فعلا نزير عندها حق وهي مغصوبة على الجواز. بس يرجع تاني ويفكر، لا 5 سنين مغصوبة؟ ازاي 5 سنين بحالهم وما عرفتش انها تطلق منه؟ طب ما عرفتش تهرب؟ ما عرفتش تتصل بيا ولا مرة؟ ازاي؟ هو هيموت عليها وبيدور عليها في كل مكان، وهي متجوزة واحد تاني وعايشة مع 5 سنين. الفكرة نفسها عقله مش مستوعبها. الصدمة كانت كبيرة عليه لدرجة انه هو مش عارف ولا فاهم هو دلوقتي المطلوب منه ايه. المفروض يعمل ايه؟ يروح فعلا يساعدها تطلق منه؟ هل لو همسة طلقت من جوزها هيقدر انه يعيش معاها ويتجوزها وهي كانت مع غيره قبل كده؟ دخل عمران عليه. ليومين بحاله ما بتروحش شغل. انا لازم افهم، انا راجع مصر ومش هقعد هنا كتير، يعني راجع بالليل وعايزه اطمن عليك قبل ما امشي. وقف بجد بحزن. احكي لك كل حاجه يا عمران بس مش دلوقتي، بس عايزك تجهز لي كل حاجه لاني راجع مصر قريب. هفتح المستشفى اللي كنا بنجهز فيها يا عمران. استغرب عمران جدا. ايه المستشفى؟ انت قلت هتفتحها بعد شهرين، ايه اللي خليك تغير رايك؟ وبعدين انت قلت برضو انك مش هتنزل. انا معاك في اي حاجه بس افهم. بجد وهو بيحط ايده على راسه، هو اصلا مش مستوعب الفكره. ازاي يفهمها لعمران؟ همس ظهرت يا عمران. فرح عمران جدا. ايه طب كويس، الف مبروك. كده بقى نجهز الفرح ولا ايه؟ لا همس ظهرت وهي متجوزه من 5 سنين ولحد دلوقتي مع واحد تاني، تخيل. وقف عمران شويه مش فاهم او مش عايز يستوعب ان البنت اللي حبها ابن عمه لمده 5 سنين بحالهم رجعت خلاص، بس وهي على ذمه راجل تاني. مش عارف يقوله ايه، يقوله انساها وما تفكرش فيها، ولا يقوله لو بتحبها روح خدها بالعافيه. بجد محتار. هز بجد راسه وهو فاهم تفكير ابن عمه. عمران جهز كل حاجه في مصر وانا راجع خلال ايام، تمام؟ عمران خاف جدا عليه. هو انت بتفكر في ايه؟ لو هي فعلا بتحب جوزها مالكش دعوه بيها، كمل حياتك بعيد احسن. ولو الموضوع كده فعلا انا مش هساعدك، انا بجد معاك في كل حاجه الا انك تاذي حد. ربنا يسهل. وعند همس. فين تليفونك يا هدير؟ انا عايزه اعمل مكالمه. هتلاقيه جوه على السرير. دخلت همس واخدت التليفون وجت تعمل اتصال، بس اتفاجئت باللي شافته. كان مكتوب رقم عليه بجد، وكمان الرقم دوت خارج مصر. يعني هو بجد
خرجت همس بسرعة. هدير، هو رقم مين دوت؟ هدير اتوترت جدا، ما كانتش عارفة تقول ايه. مش رقم حد، عادي يعني. يعني كلمتيه؟ انا قلتلك لا وبرضه كلمتيه. قالك ايه؟ طبعا رفض صح؟ ولا يمكن بقى قالك انا مش فاكر حد باسمها اصلا. انت ليه بتتصرفي من دماغك؟ ليه تتصلي بواحد خاين ما عندوش ضمير؟ فاكره هيساعدنا فعلا؟ والله انا بس كنت عايزه اساعدك، كنت عايزه اساعدك فعلا والله، بس ما كنتش اعرف. ما كنتش تعرف انه خاين؟ ما كنتش تعرف انه وبعني مره؟ هو اللي يبيع مره يبيع 1000 مره. واحد زي بجد دوت مستحيل يساعد يا هدير. كنت فاكره اياها؟ هدير قربت من همس وحضنتها بحزن. انا اسفه، والله اسفه. انا كنت عامله زي الغريق، بحاول امسك في اي حاجه، اي حاجه تساعدك وتخرجك من اللي انت فيه. انت عارفه ان انت اختي واكتر كمان، انت روحي، وانا كنت خايفه عليكي. كان عندي ولو امل بسيط انه بجد يساعدك، عشان كده اتكلمت معاه. ضمتها همس وطبطبت عليها. انا عارفه ان انت ما كانش قصدك حاجه، بس بجد صفحه من حياتي وقطعتها وعمرها ما هترجع تاني. عشان خاطري بلاش تجيبي سيرته او تتواصلي معاه تاني باي طريقه. عشان خاطري كفايه، بجد كفايه. وتاني يوم كان عمر بيدور على همس وبيسأل أصدقائه بتوع الجامعة اللي شغالين حاليا في المستشفى لو يعرفوا عنها حاجة، بس كانت إجابتهم لا، ما يعرفوش عنها حاجة. خرج من المستشفى بيأس، وكل أمل بيظهر بيختفي فجأة. بس فجأة بص بذهول على بنت كانت داخلة المستشفى، واللي هي كانت هدير صديقة همس. إيه ده؟ دي هدير؟ أيوة هي رجعت مصر إمتى؟ لو رجعت يبقى أكيد همس عندها. أيوة أكيد. قعد في العربية قدام المستشفى مستني هدير تخرج عشان يمشي وراها. أكيد مش هيروح يسألها، لأن لو همسة عندها هترفض تقوله وهتخليها تهرب. هو هيمشي وراها أحسن. بعد فترة كانت هدير وصلت بيتها ووراها عمر من غير ما تحس. هدير دخلت البيت، وبعد شوية جرس الباب رن. فتحت وكان جنبها همس اللي اتصدمت إن عمر هو اللي قدامها وهو بيبتسم بشر. كنت فاكرة بقى إن أنا مش هقدر أوصلك؟ أديني وصلتلك، شوفي هتعرفي تروحي مني فين تاني. رجعت همس لورا، ورغم خوفها منه كانت بتتكلم بجراءة. اسمع بقى، أنا مش هروح معاك في حتة، تمام؟ شدها عمر جامد وضربها كف على وشها. تصدقي بعدك عني اليومين اللي فاتوا دول نسوكي من عمر ويقدر يعمل فيكي ايه؟ ادخلي هاتي زين ويلا احسن لك، ولا ايه رايك اخد انا زين وساعتها هتجيلي بنفسك؟ قال كلامه وزقها وبص لهدير اللي كانت واقفه مصدومه مش عارفه تعمل ايه. فهو اتكلم. كلمه منك صدقيني مش هيحصل لك كويس، وافضحك في المنطقه اللي انت عايشه فيها من غير صوت. خليني اخد مراتي وابني. قال كلامه مع خروج همس وزين اللي اخدهم ومشي. هدير قفلت الباب وقعدت في الارض عماله تعيط، ما قدرتش تعمل اي حاجه عشان تنقذ همس صاحبتها من بين ايدين الوحش دوت. وفجاه تليفونها رن وكان رقم غريب. الو، مين معايا؟ انا بجد، انت فين؟ عنوانك فين؟ انا نازل مصر النهارده ومش همشي غير لما اساعد همس وخليها تبعد عن جوزها. عيطت هدير، يعني هو افتكر دلوقتي ان هو يساعدها بعد ما خلاص عمر اخدها؟ يا ترى هتقدر تخلص من عمر ولا لا؟ بجد قلق من سكوتها. في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ هو هيكون همس حصل لها حاجه؟ اتكلمي، قولي في ايه؟ ايه اللي حصل؟ جوزها كان هنا من شويه واخدها هي وابنها، كان وشه كله شر. انا خايفه يعمل فيها حاجه. دق قلبي بجد برعب، يعني هو لو وافق من اول وساعدها ما كانش كل ده حصل، بس هو استغبى نفسه. هدير، انا راجع مصر النهارده، ابعتي عنوان بيت همس في رساله وانا هتصرف. حاضر حالا هيكون عندك. قفلت مع بجاد، وفعلا بعتت له عنوان همس، وهي بتدعي ربنا من كل قلبها ان هو يوصل ليها قبل فوات الاوان وقبل ما عمر يعمل فيها حاجه. عمر فتح الباب، دخلت همس مع ابنها. عمر بص لها بغضب. خلي زين ينام وتعالي عشان عايزك. همس رجعت لورا بخوف. مش هكرر كلامي مرتين، وانت عارفه النتيجه بتبقى عامله ازاي، فاخلصي وانجزي. قال كلامه وسابها ودخل على الاوضه. همس دخلت الاوضه بتاعت زين، غيرت لزين هدومه وقعدت معها السرير. ماما، هو ليه بابا بيعمل كده؟ انا خايف قوي على فكره. همس اخدته في حضنها. ما تخافش يا حبيبي، بابا بس زعلان عشان عنده مشاكل في الشغل، بس كل حاجه هتبقى كويسه. بس هو على طول كده يا ماما، هو مش دلوقتي بس. همس بصت له، ما بقتش عارفه تقول ايه. طيب يا حبيبي نام دلوقتي يا زين، نام بقى.
ما تسيبنيش يا ماما، لو سمحت يا ماما نامي معايا. همسة هزت راسها ونامت جنب زين، وبقت تمشي ايديها على شعره، وعقلها بيراجع كل الذكريات من بداية علاقتها ببجاد ولحد ما قابلت عمر ولحد دلوقتي. ما حستش بزين اللي كان راح في النوم. فاقت من شرودها وبصت لزين شوية، قربت وبسته، وقامت دخلت الحمام، وقفت قدام المراية. لازم اخد قرار خلاص، انا مش هفضل كده طول عمري ولا هستنى حد ينقذني. انا اللي هنقذ نفسي، وانا اللي هخرج من هنا بنفسي. انا اللي هقدر انضف نفسي من الوحل بتاع عمر دوت، واعيش حياة كويسة مع ابني. انا اللي هعمل كل حاجة بنفسي، مش هستنى حد. خرجت همسة بعد مدة واتفاجئت بعمر اللي كان واقف قدامها. بص لها شوية. جيت عشان اشوفك، اصل انتي اتأخرتي قوي. قرب منها وحط ايده على شعرها وهو بيلف شعرها على ايده. تعرفي انك وحشاني قوي همس. وهمس جنب ودنها خلاها تحس بالخوف اكتر. انا هنسى اللي حصل عشان بحبك، وانتي عشان بتحبيني مش هتعملي كده تاني، صح يا همسي؟ كانت همسة مش طايقة كل حاجة فيه، بص بغضب لعمر. عمر مسك شعرها وشد راسها لورا. اوعي تفكري انك باللي عرفتيه دوت اني يعني بقابل واحدة تانية فممكن بقى تاخديها حاجة عشان تسيبيني. لا عادي يا حبيبتي، ما كل الرجالة كده. وبعدين انتي اصلا لو شايفة جوزك محتاجك كويس ما كانش بص بره. هزت همس راسها بغضب. انا بكرهك قوي، وبكره كل حاجة فيك، لمستك، وجودك، حتى نفسك اللي معايا في نفس الأوضة. بكرهك من كل قلبي. شفتي الفرق بينا؟ انتي بتكرهيني بس انا بحبك. انتي عارفه واحد غيري كان ممكن يعمل فيكي ايه دلوقتي؟ وانتي بتقولي بكرهك دي كان موتك. بس انا عشان بحبك مش هعمل حاجه غير ان انا هاخد حقي بس. بعد ما قال كلامه دوت همس بقت ترجع بخوف لورا. لو قربت مني صدقني هتندم يا عمر. ابعد عني، ابعد بقى يا اخي، انا مش طايقاك، بكرهك. شدها ورماها في الاوضه وما سابلهاش اي فرصه. بس هو كان حاسس بالغضب من ناحيتها، انها عايزه تهرب منه وانها مش بتحبه. انا بحبك بجنون يا همس، افهمي بقى. بعد شويه كانت همسه قاعده في الاوضه عماله تعيط بعد اللي عمله، وسابها ونام وافتكرت حكايتها مع بجاد. فلاش باك. بجاد خرج من بوابه الجامعه وكانت هدير واقفه. قرب منها. بقولك يا هدير، هي همس فين؟ هو انت عايز منها ايه بالظبط؟ على فكره بقى، همس مش بتاعت نكون اصحاب او نحب بعض في السر. لو انت عايز تعرفها عشان كده فانسى بقى الموضوع، لان همس مش من النوع ده اصلا. بجد اتضايق جدا من كلامها. مين اللي قال ان انا عايز علاقتي بهمس تكون في السر او حتى نكون اصحاب؟ همس بالنسبه لي اكتر من كده بكتير. كل حاجه بتقول كده يا بجد بيه، وخصوصا بقى علاقتك النسائيه الكتيره. الجامعه كلها بتتكلم. هو طبعا مش محتاجه اقول، لما بقى همس تظهر معاك قدامهم هيقولوا عليها ايه؟ يبقى الاحسن ليها بقى انك تبعد عنها. هدير لو سمحتي، انا عايزه اشوفها، انا اقدر اتكلم واتفاهم معاها. هي في المكتبه. يا رب فعلا تكون همسه اكبر من كده بالنسبه لك وما كنتش عايز تسلى بيها مش اكتر. بص لها بجد بغيظ وراح على المكتبه عشان يشوف همس. في الوقت دوت همس كانت خارجه من المكتبه. قرب منها بسرعه. لحقتك قبل ما تمشي. جرى ايه؟ في ايه؟ هو انت طالع لي في كل مكان؟ على فكره بقى الموضوع بجد بقى سخيف جدا. ما انا عشان حبيتك من اول نظره، مش عايزه ابعد عنك. حبك من اول نظره دوت تضحك بيه على اي بنت غيري من اللي انت ماشي معاهم. اما انا بقى فماليش في الكلام اللي انت بتقوله دوت. ما هي صاحبتك سمعتني محاضره طويله لما سالت عنك. صدقيني يا همس، انا بحبك انتي، ودي حقيقه تعرفيها مع الوقت. عمري ما حسيت الشعور ده مع اي بنت تانية. قلب همس دق من كلماته، خصوصا بقى انها كانت معجبه بيه من زمان ومش مصدقه لحد دلوقتي ان هو بيقولها بيحبها. كانت هتمشي بس وقف بجد قدامها مره تانية. انا عارف ان الوقفه دي مش كويسه، بس بكره اخر يوم في الامتحانات، انا عايزه اشوفك قبل ما ناخد الاجازه يا همس، موافقه؟ همس هزت راسها ومشي بسرعه. اما هو ففضل يبص عليها لحد ما اختفت من قدامه وهو بيهمس. بحبك يا همس، والله بحبك. فقت همس من شرودها على تخبيط جامد على باب الشقه والنهار طلع. قامت من على السرير بخضه، وقام عمر هو كمان وراح عشان يفتح الباب. وعند بجاد بعد ساعات طويلة وبعد ما قرب النهار والشمس على الزهور، نزل بجاد من الطيارة في مطار القاهرة الدولي وقرر بقى يروح لهمس على طول. بس اتفاجئ بعمران كان واقف قدام المطار. بجاد استغرب جدا. ايه ده اللي جابك يا عمران؟ انت اصلا عرفت ازاي ان انا جاي؟
رد عمران بكل ثقة. عيب عليك، ما تسألش الأسئلة ديت، ده أنا عمران الدمنهوري، يعني ما فيش أي حد في البلد دي يقدر ياخد نفسه إلا لو يكون عندي علم بيه. ها طب جاي ليه يا عمران باشا؟ في حاجة ولا إيه؟ جاي عشان أمنعك من اللي أنت هتعمله وأنصح إخواتك. أنت بتستظرف صح؟ عايز تروح تقول له إيه؟ جاي أخلي مراتك تطلق منك ولا جاي أنقذها؟ بصراحة أنا شايف اللي بتعمله حاجة في منتهى السخافة. بجد رد عليه بغضب، هو مش قادر يمسك نفسه أكتر من كده. طب عايزني أعمل إيه؟ أسيبها معاه؟ ده راح خدم بيت هدير بالعافية، ويعمل عمل فيها إيه؟ أنا مستحيل أسيبها في الوضع دوت. بجد أنا فاهم وعارف أنت عايز إيه بالظبط وحاسس بيك، بس اللي أنت عايزه ده مش هيحصل بين لحظة والتانية. اللي أنت عايزه عايز تخطيط، عايز الطلاق تمام وأنا أساعدك، بس مش بالطريقة دي أبدا. قال كلامه وسكت، وبعد كده بص لبجاد. ها قررت إيه؟ هتيجي معايا ونشوف هنعمل إيه بعد كده، ولا هتروح تتخانق معاه وتتهجم عليه في بيته وتقول له إنك عايز تطلق مراته منه، وهو طبعا بكل سهولة هيقول عليك عشاء ولا حاجة وتحصل بقى مصيبة وفضيحة، بس الفضيحة تبقى لعيلتنا، لعيلة الدمنهوري، والدنيا تقوم وما تقعدش. وده كله ليه؟ ها؟ عشان بجد باشا كان رايح بقى ينقذ حبيبته صح؟ بجد بص له بغضب وركب العربية معاه. ركب عمران وهو لابس النضارة بتاعته. ما تقلقش، كل حاجة تحت السيطرة، أنا موصي ناس كتيرة عشان يجيبوا لي كل أخبار اللي اسمه عمر ده، وهنشوف هنعمل إيه بعد كده. طب اطلع على بيت همس. يا ابني أنا قلت إيه من شوية؟ هو أنا كنت بكلم نفسي ولا إيه؟ بس بقى مش هعمل حاجة، هنقف شوية بس تحت البيت. عمران هز راسه ومشي بالعربية. أما عند همس فهي كانت نايمة، واتفاجئت بالباب بيخبط بدري. قامت باستغراب، وقام عمر اللي فتح الباب، وكانت صدمة كبيرة. ايه ده سهى؟ مالك يا عمر؟ وحشتني، قلت اجي اشوفك، وخصوصا بقى ان السنيورة بقت عارفة ان احنا مع بعض، يعني مش هتفرق. اتعرفت عليها همس وحست بالغضب الشديد. دخلت بسرعة اوضتها وقفلت الباب. قرب عمر من سهى وهو بيمسك ايديها بغضب. هو انا مش قلتلك همس مالكيش دعوة بيها خالص؟ انت شكلك كده ناوي على موتك اليومين دول صح؟ شدت سهى ايديها من عمر. الحق عليا ان انا حبيت اجي اشوفك، ما بقالي كتير ما شفتكش من ساعه ما السنيوره سابت البيت، واديها رجعت اهي وهي عارفه بعلاقتنا. المنع ان انا اجي اشوفك؟ المنع ان مراتي تستهينم، لكن انت بقى واحده رخيصه ما ينفعش تيجي عندي البيت. يلا اخرجي من هنا، مش عايزه اشوف وشك، انت فاهمه؟ بره. بصيت له سهى بغضب. طب لعلمك بقى انا حامل، ولو ما جوزتنيش مش هسكت لك يا عمر بيه، هستناك تيجي النهارده الساعه 10، انت فاهم؟ قالت كلامها ومشيت. دخل عمر بعد وقت الأوضة، كانت همس بتلم هدومها. قرب منها بغضب. هو جرايه بقى فيه؟ كل ما يحصل حاجة ليك بتلم هدومك وتمشي؟ هو انت فاكرة هنا من بسهولة كده هسيبك عادي تخرجي من بيت؟ أنا خلاص مش قادرة أقعد معاك أكتر من كده، يا أخي أعمل اللي انت تعمله، بس مش هقعد معاك، أنا تعبت منك. ابتسم عمر بسخرية. هعمل اللي هعمله ومش هتمشي يا همس، وريني هتعملي ايه مثلا؟ يعني هتجيبي أخوك الحلو يقف قصادي اللي برشنا يقول معرفهاش؟ ما تردي. ردت عليه همس بغضب رغم دموعها اللي كونت في عيونها. لا يا عمر بيه، مش كل الناس بتشتريها بفلوسك، همشي وابلغ عنك لو قربت مني او حتى من ابني، انا مش هسكت، انت فاهم؟ قالت كلامها واخدت شنطتها وكانت رايحه ناحيه باب الاوضه عشان تروح تجيب ابنها من الاوضه التانيه، واتفاجئت بعمر اللي قام وشدها من دراعها وزقها جامد. همس وقعت على الارض واتخبطت دماغها في حرف السرير، واتكلم عمر بغضب. قلتلك مش هتمشي، انت ليه مش بتفهمي؟ ليه بتحاولي دايما تبعدي عني؟ انا مش فاهم. قال كلامه وقرب منها. ردي عليا يا هانم، ردي. ما لقاش رد منها. قرب منها ومسكها من كتفها واتفاجئ براسها اللي بتنزف. اتصدم وهو بيهمس. همس يا همس، فوق يا همس، ايه اللي حصل؟ في الوقت دوت دخل زين على صوتهم. اتفاجئ بأمه كانت واقعة على الأرض والدم في كل مكان. ماما يا ماما، ايه اللي حصل يا بابا؟ ماما حصل لها ايه؟ عمر شد زين وهو لسه في حالة صدمة. مش عايز ولا كلمة، انت تخلص خالص. انا هقوم اشيل ماما ونروح بالعربية المستشفى، يلا تعالى معايا. شال همس ونزل وركبوا العربية، وفي خلال دقايق كانوا مشوا. في نفس الوقت عربية عمران وبجاد كانت واقفة تحت بيت همس، واتفاجئوا باللي حصل. بجاد قلق جدا واترعب عليها. عمران اطلع بسرعة وراهم، اطلع يلا. وبعد مدة كان واقف عمر مع ابنه قدام الأوضة اللي دخلت لها همس، وهو حاسس بالخوف لا يحصل لها حاجة. بابا هي ماما كويسة صح؟ انت تسكت خالص، مش هسمع صوتك.
اسكت، قلت لك تخرس، اخرس. زين خاف جدا من الصوت العالي ورجع لورا بسرعة. في الوقت كان وصل بجد مع عمران المستشفى، وهو حاسس بالخوف وبالرعب عليها. دخل وسأل بسرعة، ولأن بجد دكتور مهم قدر يوصل لأوضة المدير، وبجد بقلب نابض من قلق. في مريضة هنا ودخلت المستشفى من شوية، عايز أعرف حصل لها إيه وهي كويسة ولا لأ بسرعة. بجد باشا ضمنهولي. طب اتفضل الأول يا دكتور وبعد كده نتفاهم وشوف حضرتك محتاج إيه. أنا عايز اللي قلت لك عليه بس بسرعة. ثواني أخرج دلوقتي وأجيب لك كل أخبار بنفسي، بس لازم أعرف المريضة اسمها إيه. بجد وهو بيفرك إيده بخوف. اسمها همس إبراهيم محمود. هز الدكتور راسه وخرج بسرعة، وبجد قام وقف قدام الشباك بغضب. عمران بصله. اقعد يا بجد، مش كده، هكون كويسة ما تقلقش. والله ما ارحمه، اكيد عمل فيها حاجة. ما شفتش الدم اللي كان على هدومها؟ صدقني اتأكد بس ان هو سبب ورا اللي حصل لها والله ما ارحمه. دلوقتي عايز منك حاجة مهمة. همسة هطمن عليها وبعدها مش عايزها في المستشفى، اخفيها وانا اعرف اتصرف مع اللي اسمه عمر ده. عايزة اكون في مكان امان هي وابنها، تمام؟ وبعد ساعتين بعد شوية كان واقف عمر قدام الأوضة وهو مرعوب. لا همس بلغ عنه، وفي لحظة صدم أول ما شاف البوليس كانوا بيقربوا منه. انت عمر الشافعي؟ مراتك همسة قدامي بلغ فيك. بلاغي؟ مراتي جوه نايمة ولسه ما فقتش، وبعدين على فكرة اتزحلقت، أنا ما جيتش جنبها ولا مديت إيدي عليها. مين اللي قال لكم إن هي بلغت؟ مراتك خرجت من المستشفى وقدمت البلاغ بنفسها. انت نايم في العسل ولا ايه؟ هاتوه. أخد عمر اللي كان بيصرخ. ما عملتش حاجة، ابعدوا ايديكم عني، همسة لسه ما فاتش، ازاي قدام البلاغ؟ اوعوا. في نفس الوقت ظهر عمران اللي أخد همس وراح بيها على البيت. ومرت ساعات الليل بين عمر اللي في السجن وهمس فاقدة الوعي. فتحت عينها فجأة، كان قاعد قصادها على كرسي. قامت بصدمة كبيرة. انت جيت امتى؟ وبتعمل ايه هنا؟ وبعدين انا فين؟ بيت مين انت في مكانك الصحيح يا همس، من النهارده مش هتبعدي عني مهما حصل، وهتطلعي من الكلب اللي اسمه عمر ده. بصيت له همس ونزلت دموعها زي الشلال. انت جبتني ازاي؟ معقول سايب زي ما عمر؟ افرض عمل في حاجه، انا عايزه اروح، انا عايزه اشوف ابني. ابنك كويس، هو هنا ما تقلقيش، ارتاحي انت بس، وبعد كده نروح على القسم لان عمر في السجن وده لانك قدمتي فيه بلاغ. بس انا ما قدمتش اي حاجه. قرب منها وحط ايده على وشها باشتياق. وحشاني يا همس، وحشاني قوي. طول ما انا موجود مش عايزك تخافي من اي حاجه، واللي اسمه عمر ده هيتعاقب وهيطلقك وانا احميكي، ما تقلقيش. في اللحظه بعدت لورا. بس انا مش عايزه اطلق يا بجد، ارجع مطرح ما كنت، لان اللي بينا مستحيل يرجع وانا مش بحبك. اتجمدت ايد بجد بصدمه كبيره، اتجمدت في الهوا. صرخ فيها بغضب كبير. انت مجنونه؟ يعني عايزه ترجعي له؟ معقوله بعد كل اللي عمله طالما عايزه ترجعي له صاحبتك ليه بتكلمني من بدايه؟ بجد لو سمحت، انت مش فاهم اي حاجه، خليني امشي، انا لازم ارجع، مش هينفع اسيب عمر. خليني اخد زين وامشي من هنا عشان اطلع عمر من الحبس. اللي انت بتعمله ده كله غلط. وبجد بغضب شدها قبل ما توصل للباب وبقت قريبه منه جدا. واللي بيحصل ده هو صح؟ انت ازاي كده؟ ازاي تعلقني بيكي وكل مره تسيبيني وتختفي من حياتي كاني ولا حاجه؟ بس اوعدك المره دي لو مشيتي من البيت مش هتشوفي وش تاني يا همس. فاختاري دلوقتي، يا اما اطلقك منه واوعدك ان هو مش هيظهر في حياتك تاني وابنك هيكون زي ابني بالظبط، يا اما مش هتشوفيني تاني. عايزه اسمع الرد دلوقتي. همس بدموع وهي بتحاول تبعده. انت مش فاهم اي حاجه، اللي احنا بنعمله ده غلط، ما ينفعش كده لو سمحت. واللي بتعمليه انت ايه بالظبط؟ تروحي تتجوزي واحد غيري وبسهوله كده تنسيني؟ انا عارف ان انا غلطت لما بعدت عنك وصدقت كلام ملوش اي لازمه، بس انت بقى لحد دلوقتي مستمره في الغلط يا همس. ليه عايزه تعاقبيني على حاجه ما كانش قصدي اعملها؟ همس انا بحبك، ما تسيبنيش. همس هزت راسها بدموع. مش هينفع، صدقني والله ما هينفع، خليني امشي لو سمحت. في الوقت بجد بصلها بغضب، غضب كبير جدا، نظرة عمرها ما هتنساها. وندها على الخدامة اللي دخلت وهو قال لها وهي بتقول تحت امرك يا بجد بيه، في حاجة ولا ايه؟ هاتي زن مدام همس عشان هتاخده هتمشي، وخلي الحرس يفتحوا لها البوابة ويوصلوها بالعربية المكان اللي هي عايزاه عشان ما تأخرش اكتر من كده.
وهمس بدموع بعد ما خرجت الخدامة تجيب زين: انت مش فاهم اي حاجة. انا مش عايزة اشوفك في حياتي، انت لعنة. حبي ليكي لعنة يا همس، وصدقيني انا هتخلص من اللعنة ديت، وساعتها عمري ما هبص ورايا ولا عايزة اعرف اي حاجة عنك. اشبعي بيه وروحي خليه يكمل عليكي، والمرة الجاية عالم هيعمل بقى فيكي ايه تاني. بس اوعدك انا مش هساعدك مهما طلبتي مني مساعدة، تمام؟ قال كلامه وبص لها بغضب شديد. سابها وخرج من الأوضة. أما هي فقعدت على الأرض وهي منهارة وبتعيط بقلب مقهور، لأنها بتحبه بس ما تقدرش. وهي ما تقدرش لأن في أسباب كتير قوي تمنعها إنها تكون مع بجاد، وفي أسباب أكتر تمنعها إنها تسيب عمر. بعد شوية كانت خرجت من البيت عشان تمشي هي وابنها، بس قابلها عمران. أنا عمران ابن عم بجاد، وجيت عشان أوصلك مطرح ما أنت عايزة. محتاجة أي حاجة قبل ما نتحرك؟ لا شكرا، متشكرة قوي ليك. وبعد ما قعدوا في العربية اتنهد عمران: على فكرة بجد بيحبك قوي، انا مش عارف ليه غيرتي رايك وليه مش عايزه تسيبي جوزك. بس اللي انا اعرفه بقى ان هو لسه بيحبك، واللي حصل زمان دوت كان مجرد بس سوء تفاهم. بجد عمره ما فكر ان هو يخونك او حتى يلعب بيكي. وعلى فكرة هو كمان اتلعب عليه وفكر بقى ان انتي بتخونيه، وتقريبا الحوار دوت كان من اخوك انتي عشان يبعدكم عن بعض. همس نزلت دموعها مش مصدقه ان اخوها عمل كل دوت، وفي الاخر رماها في جحيم عمر عشان بس الفلوس. ولما لقاها عمران ساكته: انا بجد اسف لو بتدخل، بس انا كنت عايزه اعرفك الحقيقه مش اكتر، يمكن تغيري قرارك. لا عادي، متشكره قوي عشان قلت لي الحقيقه، بس انا مش هغير قراري، انا هرجع لعمر. انا وبجد ما بقاش ينفع نكون مع بعض، وهي دي الحقيقه اللي لازم كلنا نفهمها. يمكن عندك حق، انا مش عارف دلوقتي مشاعرك ايه ناحيه بجد، بس ربنا يوفقك في حياتك، واتمنى ان جوزك ده يقدرك ويقدر كمان ان انت ضحيتي عشانه. لما قال كده ابتسمت همس بسخريه: عمر يقدر؟ ده مش بيضيع اي فرصه عشان يعذبها. ومر الوقت ونزلت من عربيه قدام بيتها. اتنهد عمران: فرصه سعيده يا مدام همس، وعمر شويه كده وتلاقيه خرج من السجن، ولو محتاجه اي حاجه في اي وقت انا موجود ومستعده لمساعدتك. هزت همس راسها فمشي عمران من مكان. وقبل ما تدخل البيت كان رن تليفونها برقم والدتها. فتحت همس المكالمه وهي عارفه امها عايزه ايه. اول ما فتحت التليفون سمعت صوت امها: في ايه؟ بلغتي ليه عن جوزك؟ اخوكي مجنن في البيت وبيقولك مش هيرحمك لو ما تنزلتيش يعني عن محضر دوت. هو عمل ايه يا بنتي فهميني؟ عيطت همس بقهر: نعم، جاي تسالي بلغت عنه ليه؟ قبل ما تسالي هو عمل ايه؟ على عم خلاص انا اتنزلت عن محضر. وفي حاجه تانية، انا مش عايزه اي علاقه تربط بيني وبينكم تاني، كفايه لحد كده بقى في تدمير حياتي، كفايه. يا همس يا بنتي انا عارفه ان انتي مش مبسوطه مع عمر، بس انا مش في ايدي حاجه، ما انتي عارفه، ولا عمرك هيبقى في ايدك اي حاجه، ولا عمرك هتقدري تخالفي اوامر ابنك. على العموم انا مش محتاجه مساعدتكم، وانا خرجت عمر من السجن ورجعت تاني للجحيم بتاعه برجلي. ها مبسوطه كده؟ قالت كده وقفلت التليفون ودخلت البيت مع ابنها. وبعد شويه كان وصل عمر وكان متعصب على الاخر، ولما عرف مين اللي بلغ عنه كان الغضب مالي قلبه. ويا ترى هيكون بينها وبين بجد حاجه؟ عمر كان واقف قصادها. قولي لي بقى يا حلوه، مين اللي اسمه بجاد؟ انا سمعت اسمه في الاسم، وهو اللي اتدخل واخدك من المستشفى، وهو اللي عايزك تطلعي مني، يعني طلعتي بقى على علاقه بيه، وانا كان عندي حق لما كنت بتعامل معاكي بالطريقه اللي انت تستاهليها، صح؟ رجعت همس لورا وبصت لابنها بخوف. ادخل ادخل يا زين جوه دلوقتي، وانا جاي على طول يا حبيبي، يلا ادخل. دخل زين وهو مرعوب وقفل الاوضه بتاعته وقعد على السرير وهو عمال يترعش لان عارف اللي هيحصل كالعاده. اما همس فبصت لعمر: اسمعني، مفيش حاجه بيني وبين بجاد، انا معرفوش، هو مجرد بس انه كان زميلي في الجامعه زمان مش اكتر من كده. قلتيلي، وزميلك في الجامعه هيعمل لك كل اللي عمله الاستاذ بجاد، الا بقى لو كان بيحبك او بينكم حاجه اقسم بالله ما ارحمك. ازاي تعمل فيا كده وانا اللي كنت هفكر اقرب منك ونصلح علاقتنا ببعض؟ طلعتي بقى في الاخر ما تستاهليش اي حاجه. قال كلامه ومسكها من شعرها فهي كانت بتعيط: حرام عليك، انا رجعت اهو، ما عملتش اي حاجه ولا هربت، كان قدامي فرصه ان انت ما تشوفش وشي تاني ونتطلق، بس انا رجعت، ما تعملش اي حاجه، حرام عليك. انا انت ايه؟ انت واحده ما تستاهليش اي حاجه، واحده خاينه، خانت جوزها ابو ابنها ودايره على حل شعرها مع واحد. مفكره ان انا مش هعرف؟ لو بعتي له بقى عشان ياخدك ويهرب بيكي ويطلقك مني، صح؟ فاكره بقى ان انت هتخلصي مني بالاسلوب ده ولا حتى بالسرعه ديت؟ لا، ده انا لسه هفضل في حياتك اكتر واكتر،
وهخليك تتمني الموت اكتر واكتر، مفهوم؟ قال كلامه فزقها، فهي وقعت على الارض وهي بتعيط وحط ايديها على بطنها بألم. بصلها بغضب ومسك التليفون. بقولك يا سهى، عايزك تبعتيلي مفتاح الشقه بتاعتك، انا محتاجها. ايوه اللي هي في المحافظه التانية، وما تساليش ليه، ابعتي بس المفتاح، واعمل حسابك ان انا هجوزك قريب قوي وهكوني مراتي. ابتسمت سهى بسعاده وقفلت معاه، وفعلا بعتت له المفتاح واخدها مسوق ابنها في العربيه، وهي كانت بتعيط طول الطريق لحد ما وصل الشقه اللي هي تبع سهى. دخل ورماها على الارض. من النهارده هتعيشي هنا، هتعيشي هنا ومش هتشوفي النور تاني، لا انت ولا ابنك. انا هعلمك الادب، ولما اعرف ايه علاقتك باللي اسمه بجد دوت، ساعتها بقى لو طلع في بينكم حاجه موتك هيبقى على ايدي. قال كلامه بغضب وقفل الباب بالمفتاح. اما هي فقعدت تعيط وندمانه انها رجعت ليه، بس هي تعمل ايه؟ ما كانش في ايديها حاجه غير كده. وفي مكان تاني اتكلم بجد. قول لي يا عمران، وصلت البيت صح؟ وهل خرجت اللي اسمه عمر ده من السجن زي ما هي عايزه؟ مع اني مش فاهم يعني ايه اللي عملته دوت، وازاي اصلا ترجع له بعد اللي عمله، مع ان كان قدامها يعني فرصه عمرها انها تتحرر منه ومن اللي هو بيعمله فيها، بس هي رفضتها. مع كده هي حره. اتمنى ان انت ما تدخلش في حياتها تاني، انا مش عايزك بقى تدخل في مشاكل مالناش دعوه بيها اصلا. ايوه عندك حق، انا اصلا وجودي في البلد دي كان غلط، انا لازم ارجع اسافر تاني واكمل شغلي وطريقي. هو انا بقول لك كده ولا بسالك عن الموضوع عشان تقولي همشي؟ انت لسه ما كملتش يومين في البلد ودلوقتي عايز تمشي؟ تعالى يا ابني الله يهديك، خلينا نمشي ونبقى نتكلم في طريق، يلا. بجد مشي مع عمران من مكان، ومع اختفاء همس حس ان روحه انسحبت منه، وان ده اخر لقاء بينهم. كان حاسس بحزن لانها ولتاني مره اختارت حد غيره وبعدت عنه، غلطه واحده غلطها زمان وخسرها كذا مره بسببها. وفي مكان تاني عمر كان قاعد مع سهى. ما انا قلت لك قبل كده ان زيها زي غيرها وقلت لي لا، وقعدت بقى تقولي دي ام ابني ومش عارف ايه، بقى تفضل دي عليا. اهي بنت على حياتها وطلعت في الاخر تعرف راجل عليك، دلوقتي بقى راجع وعايزنا نكون مع بعض. لا بقولك ايه يا سهى، انا مش ناقص، لو عايزاني امشي انا ممكن امشي ومش هتشوفيني تاني. انت بتقول ايه يا عمر؟ انا مش بقول كده عشان تمشي، انت عارف ان انا بحبك وان انت الشخص الوحيد في حياتي، خلينا نتجوز في اقرب وقت وانا هعيش خدامه تحت رجليك، والله يا عمر. جرى يا سهى في ايه مالك؟ انت هتعملي عليا شويتين بتوعك؟ اذا كنت قلت لك ان احنا هنتجوز فده جواز عرفي، انما بقى تكوني على اسمي رسمي فده لا. انت فاكره انك تستاهلي ان اتجوزك بالطريقه ديت؟ اكيد لا. وانت فاكره برضو ان انا هصدقك لما تقولي بقى ان انا الوحيده اللي في حياتك؟ انت يا ماما بنت ليل، يعني مجرد واحده بس اتسلى بيها مش اكتر، مش تكوني ام ولادي. نعم، يعني همسه هي اللي تستاهل بقى انها تكون ام ولادك؟ ما هي طلعت على علاقه بحد غيرك اهو، ولا انت مش بتعرف تتشطر غير عليا انا وبس؟ مسكها من شعرها ورماها في الارض. دي احسن منك ومن مليون زيك يا كلبه. انت فاكره ان انا هسيبها عشانك ولا هتاخدي حتى مكانها؟ همس مهما حصل عمرها ما هتخرج من حياتي، وعمري ما هسيبها ولا هطلقها، وانت هتفضلي في حياتي مجرد بنت ليل مش اكتر، مفهوم؟ بدأ يضرب فيها بغضب لحد ما تعب، فسابها ودخل الأوضة. كانت بتعيط وهي بتتوعد بالانتقام وإنها تخلص من اللي اسمها همس ديت بأي طريقة، وعمر بكل حاجة يملكها هيبقى ليها هي وبس. بعد كذا يوم كانت واقفة سهى مع عمر. شوف الصور دي كلها، الصور دي لحبة القلب مراتك مع بجد. هما في الجامعة كانوا بيحبوا بعض حب كبير قوي، وهو سافر وسابها، ولما رجع حب يرجعها، فعرف انها متجوزة فقرر بقى ان هو يطلقكم. يعني مراتك مش ملك ولا حاجة. عمر بغضب مسكها من شعرها. انت بتقولي ايه يا حيوانه؟ انت اكيد كدابه، والكلام ده كله كذب. هم يعرفوا بعض بس ما كانش في بينهم اي علاقه، همس مستحيل تعمل كده. هو انت ليه مش مصدق اي حاجه عليها كانها ملاك واحنا شياطين؟ لا بقى هي عملت كده، والكلام ده انا متاكده منه. انا خليت حد يجيب المعلومات ديت وعرفت انها كانت علاقه بيه، وهو سابها وسافر. هو يا عالم ما يمكن زين دوت يكون ابن بجاد مش ابنك. قعد عمر على الكرسي في صدمه ومش مستوعب اي حاجه من اللي هي بتقوله دوت. فكملت هي بغضب وبكل شر قالت: لا وكمان خد الكبيره، عرفت ان مراتك حامل وقالت للدكتور في المستشفى ما يقولش انها حامل لما كشف عليها لما انت خبطتها. يمكن كانت بتخطط بقى انها تبعد عنك، ويمكن الطفل ده هو كمان ابن بجاد، الشاطر اللي يتعلم من غلطه وما يغلطش كذا مره. وانت ما شاء الله عليك اتخدعت وغلطت مرتين مش مره واحده، وبقى عندك ولدين وتقريبا كده مش ولادك. للدرجه دي همس بتلعب بيك الكوره وانت مش حاسس باي حاجه؟
وفجأة قام ضربها بالكف بغضب. اخرسي يا حيوانة، مش عايز اسمع لك صوت، اقسم بالله لا اقتلها، اقسم بالله ما ارحمها. يعني انا حبيتها كل الحب دوت وفي الاخر تعمل فيا كده؟ انا اخلص منها للابد، انا اخلص منها ومنه، مش عمر هو اللي يحصل فيه كل دوت. قال كلامه وسابها وخرج وهو زي المجنون، وهو بيتوعد لهمس ان هو مش هيرحمها. ركب العربية ومشي بيها. اما هي فاتنهدت بغضب وهي مبسوطة من جواها انها اخيرا هتخلص من اسمها همس. عند همس كانت في البيت هي وابنها من ساعة ما سابهم، كانت حاسة بوحدة فظيعة وبتفكر يا ترى هي هتفضل طول عمرها تحت رحمة عمر ولا هيجي اليوم وتتخلص من العيشة ديت وتعيش حياتها بحرية. فجأة الباب اتفتح. أول ما دخل عمر كان باين على وشه الشر. دخلت ابنها الأوضة وقفلت الباب وبصت له وهي مش فاهمة أي حاجة. أما هو فرده كان وحش قوي وقاسي، ضربها بالكف وقعها على الأرض. هي بصت له بصدمة والدم كان بينزل من بقها. بقى أنا تخني مع بجد وأسألك وأقولك انتوا ليكوا علاقة ببعض؟ تقولي لي لأ. طب يا ترى بقى زين ابني ولا ابن بجد؟ ويا ترى اللي ببطنك دوت ابني ولا ابنه ولا ابن مين بالظبط؟ أنا عمري ما كنت صدق إنك خاينة وبالشكل دوت. حطت همس ايديها على بطنها بصدمة كبيرة. ازاي عرف انها حامل؟ هي مرضتش تطلق عشان ابنها وقررت انها تديله فرصة تانية، بس طلعت غلطانة. كانت مرعوبة قوي لا يعمل فيها حاجة، وهو فسر سكوتها دوت على انه الحقيقة وانها فعلا على علاقة بجد. انطقي، انت ساكتة ليه؟ هي دي الحقيقة صح؟ وانا كنت المغفل الوحيد في الحكاية ديت صح؟ انطقي. لا والله يا عمر مش دي الحقيقة، انا ماليش علاقة بيه من ساعة اصلا ما اتجوزتك وبقيت على اسمك، وانا ماليش علاقة باي حد. صدقني يا عمر بلاش تعمل فيا كده. انا قالت كلامها بعد ما وقفت فزقها مرة تانية ووقعت على الأرض وبدأ يضرب فيها بغل بإيده وبرجله زي المجنون وهو بيصرخ فيها. انتي واحدة خاينة، أنا بكرهك، أقسم بالله لا أقتلك وقتل اسم بجد يا خاينة، أنا هوريكي. قال كلامه دوت وما سابهاش غير لما أغمى عليها. اتنهد بغضب شديد وخرج زي المجنون من البيت وقفل الباب بالمفتاح. وفي الوقت دوت خرج زين من أوضة واتصدم من منظر مامته كانت على الأرض والدم حواليها من كل مكان. قعد جنبها وهو بيعيط ومرعوب، ومر الوقت لحد ما سمع تليفون مامته بيرن. راح فتحه بسرعة وكانت هدير. جرى ايه همس؟ الحيوان ده لسه حبسك؟ طب قولي مكانك وانا اجي اخدك. انتي فين؟ انا مش عارفة انتي ازاي وافقتي ان انتي ترجعي معاه او تخلي الحيوان ده يخرج من السجن، ده مجنون يا بنتي. وعيط زين برعب. فهدير اتصدمت. زين حبيبي، فين ماما يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ هو انت ليه بتعيط؟ ايه اللي حصل يا زين؟ ماما بتنزف يا طنط، بابا ضربها ومش عارف اعمل ايه، انا خايف قوي يا طنط، وماما مش بتفوق، عماله اهز فيها مش بتفوق. ايه انت بتقول ايه؟ طب بصي يا حبيبي، انا هطلب منك طلب صغير، هقولك على شويه حاجات تعملها في التليفون عشان تبعتلي بس الموقع بتاعك واعرف اجي واساعد مامتك، تمام؟ ايوه يا طنط، على فكره بقى انا بعرف ابعت الموقع. ايوه يا حبيبي شاطر، ابعته وانا جاي على طول. انا هاجي اهو مش هتاخر عليك، ما تخافش يا زين، انا مش هتاخر. قالت كلامها وقفلت مع زين. ركبت عربيتها بسرعه وطلعت التليفون مره تانية واتصلت ببجاد اللي رن كذا مره وما ردش، لحد ما رد في المره اللي ما تعرفش عددها وهو بيتكلم بغضب. عايزه ايه يا هدير؟ انا في المطار ومش هرجع ومش عايزه اعرف اخبارك، لا انتي ولا صاحبتك. قولي لها تنساني زي ما انا نسيتها ورميتها من حياتي خلاص. الحقني يا بجد، همسه بتموت، الحيوان ضربها وزين ابنها بيقول انها بتنزف ومش بتفوق خالص، وهو حابسهم في بيت في مكان بعيد قوي، ساعدني انا مش عارفه اعمل ايه. صدمه كبيره اخدها بجد وهو حاسس ان هو مشلول. حبيبته في مكان تاني وعماله بتتألم، حاسه ان روحه بتسحب منه وقلبه من كتر الدق خلاص هيطلع من مكانه. صرخ بصوت عالي. ولحد هنا خلص الجزء دوت. ويا ترى بجد هيرجع لها ولا هيسافر؟ وايه اللي حصل لهمس؟ وعمر هيعمل فيهم ايه؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه. ولحد هنا خلص الجزء دوت. ويا ترى بجد هيرجع لها ولا هيسافر؟ وايه اللي حصل لهمس؟
وعمر هيعمل فيهم ايه؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.